ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مرة تشوف القناة، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ الفيديو. وحشتوني خالص خالص من اخر فيديو، وعملت لكم كده جلاش حلو بالمكسرات، وزي ما شايفة كده انا بحبها تكون طرية كده. فانت ممكن تخليها مقرمشة، ما تحطيش الفويل، او يكون السيرب بارد، او يكون الجلاش معاكي بارد، فواحد فيهم يكون بارد عشان يبقى مقرقش معاك. عايزين كده يا ستي سكر، عايزين قرفة، عايزين جوز هند، عايزين سوداني او مكسرات، وعايزين لفة جلاش. اول حاجة هلخبط، هعمل الخليط. وانا عملتها في الكبة شوية السوداني، وحطيت شوية قرفة ملعقة صغيرة، وسكر مش حطيت كتير، وحطيت جوز هند. يعني انتي كده، انا مش هديكي مقادير، انتي على حسب ما انتي بتحبي. لخبطته كده وحركنه على جنب. ده الجلاش، انا هاخد اتنين من الجلاش وهدهنها بالزيت. ممكن بالزيت، ممكن تعملوها برضو بالسمنة، بس عشان الصيام وكده فانا عملتها بالزيت. فهدهن كده الجلاش كله. وانت ممكن تعمليها بالطريقة اللي انت عايزاها. هجيب المكسرات واحطها في الحافة ويحلف. فانت ممكن تعمليها مثلثات، تعمليها مربعات، الطريقة اللي انت تريحك. تمام، يعني انت مش لازم تمشي بالطريقة بتاعتي دي، الحاجة اللي انت بتريحك اعمليها. فحلف واحدة واحدة كده، وهجيب الصينية بتاعت الفرن، وحطيت ولحت الفرن على 170 180، ودهنت الصينية زيت زي ما قلت لك. فهنا كان الاطراف طويلة، فرحت قصيتها بالمقص، وبرضو ما جدحتهاش يعني. خلص الكمية كده وهحطها في الفرن. بس قبل ما احطها في الفرن برضو هدهنها زيت او سمنة زي ما قلت لك، على راحتك جدا يعني. فادي كده زي ما شايفة دهنتها كلها بالزيت، وهحطها في الفرن على 180 حوالي نص ساعة. انا مش متذكرة اخدت معايا كام، بس مش هتاخد يعني وقت معايا. فادي كده زي ما شايفة احطها في الفرن على 180، ونقفل الفرن. بعد كده نعمل السيرب بتاعنا. عايزة كوباية سكر، عايزة كوباية ونص من المية فانيليا، وعصير ليمون نص الليموناية. احط كده على النار الحلة بتاعتي، واحط السكر واحط المية، واقلب كده لغاية لما السكر يدوب معانا، ما يكونش فيه سكر. بعد كده احط العصير قبل ما يغلي، ومن ما يغلي حط في التايمر بتاعك 10 دقايق بس، واقفل النار. اول ما يقفل النار، تقفل النار، تحطي فانيليا. تمام، ملعقة صغيرة او نص ملعقة كده. زي ما شايفة طلعنا الجلاش بتاعنا حلو كده مقرقش وكل حاجة، بس انا زي ما قلت لك بحبه طري الجلاش. وهنا كان خلاص طفيت عليها، فحط فانيليا، ملعقة صغيرة من الفانيليا. ممكن تحطي قرفة، المنكهات اللي انت تحبيها. فانا الصينية بتاعتي الجلاش بتاعي سخن، والسيرب بتاعي سخن. فانتي دي على راحتك انتي، يعني انتي لو عايزة الجلاش زي ما قلت لك مقرقش، خلي واحد فيهم يبقى بارد، وبعد كده حط يعني يا السيرب بارد يا الجلاش بتاعنا بارد، عشان يبقى معاكي مقرقش، وما تغطيهوش بالفويل. انا غطيته طبعا مع الستيم كده بقى طري، انا بحبها طريه. فطبعا دي حاجه ترجع لك. زي ما قلت لك كده غطيتها بالفويل. وادي دي خليته شويه يعني اكتر من ساعه كده، عشان انا بحبها طريه. ما بصراحه ما بحب، يعني جربت ان هي تكون ناشفه وكده ما بستطعمش ليها، فبحبها تكون طريه كده سايحه ونايحه ببعض. فادي كده يا ستي، ده زي ما شايفه كده معانا. هنطلع واحده وندوق. السكر حلو، انا ما بحبش الحاجه محلوينه شديد، فكانت حلوه وكانت طريه وخرافه. واتمنى ان انت تجربي الوصفه دي، ولو جربتيها قوليلي ايه رايك في الوصفه دي. ولغايه كده لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.